ازيكم يا جماعه عاملين ايه واهلا بيكم في اهم فيديو انا هعمله عن افنجرز دومز داي النهارده، لان البوستر الرسمي الكونسبت ارت الرسمي اللي نزل عن الفيلم والشخصيات كلها هنفصصه دلوقتي حته حته وهشرح لكم كل التفاصيل اللي موجوده فيه ومعناها ايه للفيلم اللي احنا هنتفرج عنه. طيب خلينا ما نضيعش وقت ونبدا على طول بالبوستر، واول حاجه هنلاحظها دكتور دوم هو اكبر شخصيه موجوده دلوقتي في البوستر كله، هي اكبر حاجه مرسومه في البوستر ده. طبعا في ناس كتيره قوي متضايقه من شكل البوستر ده، بس انتوا لازم تعرفوا حاجه يا جماعه، اللي رسم البوستر ده كان واحد من الناس اللي مارفل طردته من الشركة تمامًا، فهو أصلًا قبل ما يمشي كان متنرفز ومتضايق إن هو هيسيب مارفل ومارفل طارداه، فيعني أنتم بتطردوا واحد وطالبين منه برضه يرسم لكم حاجة، فأكيد هيرسمها بأي حاجة وخلاص، لأن الناس بتقارن البوستر ده بالبوسترز القديمة بتاعة Avengers Infinity War وEnd Game. طبعًا Infinity War وEnd Game أحلى 100 مرة من البوستر اللي إحنا شفناه ده، بس أنا هاقول لكم على حاجة، البوستر ده أنا عجبني جدًا لإنه فيه تفاصيل حلوة جدًا هنفصصها مع بعض النهارده وهتلاقوها فعلًا جميلة. أولها إن زي ما قُلت لكم دكتور دوم هو أكبر شخصية موجودة دلوقتي، أول حاجة زي ما إحنا شايفين عينيه خضرا بتنوّر أخضر، وده طبعًا هيبقى ليه سبب قدّام هاشرحه لكم قدّام، طالع منه line طويل عريض كده أخضر، وتحته على طول في شخصية صغيرة أوي ما حدش لاحظها، أو في ناس قليلة أوي هي اللي لاحظتها، وده لوكي ولابس لبس مختلف، ده لبس إله القصص اللي هو God of Stories لوكي. والنسخة دي من لوكي إحنا شُفناها في season 2 في الفينالي على طول آخر حلقة لمّا بقى God of Stories. ويعني إيه God of Stories أو إله القصص؟ دي نسخة من لوكي لمّا كان ماسك الbranches أو الفروع كلّها بتاعة الMultiverse، يعني هو من الآخر كده قاعد بيراقب الMultiverse كلّه ويقدر يتحكم في الMultiverse كلّه بكل الخيوط اللي معاه دي دلوقتي. طَب يا عمر، هو لو مهم أوي للدرجة دي ليه هُم حاطينه صغير أوي كده تحت دوم على طول؟ هم مش حاطينه صغير وخلاص، هم حاطينه في مكان أنا هاشرحه لكم دلوقتي ليه أنتم هتفهموا أصلًا لمّا أنا باشرحه لكم دلوقتي ليه هو محطوط في الposition ده. نكمّل ونروح على شمال doomsday هنلاقي، أو مش doomsday يعني دكتور دوم، هنلاقي جنبه ثور، وثور شكله مختلف تمامًا عن آخر فيلم إحنا شُفناه Love and Thunder. كان شكله يعني مضحك ومش واخد الحياة جَد أوي، لكن المرّة دي حتى في الtrailer الteaser trailer اللي إحنا شُفناه ليه كان يعني داخل warrior، داخل بحرب وهو عايز يكسبها. والغريبة بقى اللي إحنا شايفينه إن الlightning بتاعه البرق اللي طالع برضه من الstorm breaker بتاعه لونه أصفر، ودي جديدة بالنسبة له إن هو إحنا عمرنا ما شُفناه باللون ده خالص. تحته على طول هنلاقي ستيف روجرز، والمشكلة بقى والحاجة اللي الناس كلّها مستغربة منها إن ليه ستيف روجرز كابتن أمريكا لابس تيشيرت أسود عادي خالص قصاد الناس كلّها اللي لابسين الoutfits بتاعتهم، والناس كلّها متضايقة طبعًا من على الإنترنت وطالعين عمالين بيتكلّموا عن الموضوع ده. بس يا جماعة يعني لو فكّرتوا فيها ولو 5 دقايق بس هتلاحظوا إن في حاجة كبيرة جدًا مهمة جدًا تشرح لنا ليه هو جاي بالتيشيرت ده. طب قبل ما أقول لكم إيه سبب هو لبسه للتيشيرت ده، لو شايفين الستورم بريك مش ستورم بريكر ميولنير اللي هو ماسكه الهامر اللي هو ماسكه متكسّر ومتشقّق، وده نفس الهامر بالضبط اللي كان موجود في Thor Love and Thunder. ودي ده يدّينا إيحاء إن ده مش ستيف روجرز موجود عبر الزمن وخلاص، ده ستيف روجرز اللي إحنا عارفينه، اللي هو من Infinity War وEnd Game، اللي هو رجع بالزمن لورا. وليه هو لابس تيشيرت؟ ده معناه إن هو اتسحب من العالم بتاعه من غير ما هو يكون جاهز، كان مسحوب من العالم بتاعه وهو قاعد في العالم بتاعه ما بيعملش أي حاجة، قاعد ما بيحاربش، هو ما كانش كابتن أمريكا في العالم بتاعه، هو كان قاعد عادي خالص. ولو تفتكروا برضه هو كان في نهاية Avengers End Game هو كان أصلًا سافر عبر الزمن وراح لباجي كارتر علشان يعيش معاه حياته، هو أصلًا رجع بالزمن وبعد كده رجع لنا وهو عجوز. فستيف روجرز اللي قدامنا ده دلوقتي ده مسحوب ما بين عبر الزمن اللي هو اللي رجع له ده، يعني هو رجع بالزمن لورا، رجع كان لابس بقى تيشيرت لبس مدني عادي خالص مش فارق له أي حاجة، هو كان عايش مش كابتن أمريكا، ما كانش سوبر هيرو، كان عايش عادي خالص حياته مع باجي كارتر. فأنا أعتقد إن كابتن أمريكا اللي إحنا شُفناه في Avengers End Game هو كان راجع لنا بعد الevents كلّها بتاعة doomsday أصلًا،
يعني اللي إحنا شُفناه ده في نهاية End Game ده already كان عارف إن دكتور دوم هييجي، وإن هو كان هيبقى شبه توني ستارك، وهو عارف كل الحاجات دي، بس طبعًا هو مش قادر يتكلّم ومش هيقدر يتكلّم علشان ما يدمّرش العالم وما يدمّرش الحياة كلّها، لإن هو لو جه عرّفهم حاجات حصلت في الماضي كان ممكن يحصل مشاكل كبيرة. جنب بقى ستيف روجرز وثور بنلاقي سكوت لانج اللي هو أنت مان، بنلاقي باكي بارنز، وينتر سولدير، يلينا بلوفا، ريد جارديان، يو اس ايجنت جون ووكر، وجوست ايفا ستار، وبوب رينولدز اللي هو سنتري، بس هو مش لابس هنا لبس سنتري اللي كان بيحارب فيه في فيلم ثاندر بولتس. ودول النيو افنجرز، طبعا احنا عارفين نيو افنجرز شفناهم في ثاندر بولتس، وشفنا الكريدت سين وهم كانوا قاعدين مستنيين هم كانوا قاعدين عادي خالص في الافنجرز تاور، وشافوا سفينة بتاعت فانتاستيك فور داخلة العالم وداخلة الارث بتاعهم. نكمل بقى البوستر ونروح ناحية اليمين، سيبنا بقى من ناحية الشمال ونروح ناحية اليمين، وهنلاقي سام ويلسون كابتن أمريكا، وواكين توريس اللي هو فالكن، الاتنين محطوطين فوق على اليمين. طيب ليه هما محطوطين فوق على اليمين؟ لو بصيتوا عليهم كده البوزيشن بتاعهم ده تحس ان هما جايين من ورا دكتور دوم، يعني دول هيبقوا كي elements او دول هيبقوا مفتاح مهم جدا في ان هما يحاربوا دكتور دوم، هيبقوا جايين من وراه وهيبقوا الاليمنت اوف سربرايز، يعني اللي هم دكتور دوم مش هيتوقع وجودهم، مش هيتوقع ان هم جايين من وراه. ولو كملنا بقى تحتيهم هنلاقي فريق فانتاستيك فور كله، ريد ريتشاردز، سو ستورم، بن جريم، وجوني ستورم، وكلهم موجودين بالاوتفيت الجديد بتاعهم، والوحيد اللي لابس لون ابيض منور في البوستر ده كله هو الوحيد اللي لابس جاكيت ابيض منور ومنور في الالوان دي كلها اللي احنا شايفينها، هو ريد ريتشاردز. وده يدي لك ايحاء ان هو هيبقى جزء مهم جدا جدا في الفيلم ده، ان هم يتغلبوا على دكتور دوم. بالذات كمان ان احنا اكيد عارفين كلنا من فيلم فانتاستيك فور لما شفنا الكرسي بتاع لاتفيريا، ولاتفيريا ديت هي المكان اللي جاي منه دوم. وطبعا احنا كلنا عارفين ان دوم وريد ريتشاردز اصلا صحاب من زمان، واعتقد ان دوم اللي احنا هنشوفه هيحارب افنجرز وهيحارب اكس مان وهيبقى موجود معانا ده هو نفس دوم اللي كان عايش في عالم فانتاستيك فور. على يمين بقى فريق فانتاستيك فور بنشوف تشانغ شي وهو لابس الرينجز كلها بتاعته من الفيلم، وتحتهم على طول بلاك بانثر وإمباكو. واخيرا بقى وليس اخيرا تحت بنلاقي الاكس مان كلهم، فريق الاكس مان، سايكلوبس، جامبت، نايت كرولر، ميستيك، بيست، ماجنيتو، وبروفيسور اكس. طبعا احنا زي ما احنا شايفين دلوقتي سايكلوبس طالع منه البيم الاحمر بتاعه اللي هو الليزر بتاعه. طيب تعالوا بقى نفصص كده البوستر ده. احنا قلت لكم شرحت لكم كل حاجه قدام عينينا، كل حاجه احنا شايفينها بعينينا دلوقتي في البوستر. تعالوا بقى اقول لكم اسبابها ومعناها. اول حاجه هنلاحظها او اول حاجه شفناها، ودي اللي انا يعني فصصتها كده مع نفسي واعتقد ان ده بالظبط اللي هيحصل، البوستر متقسم ل3 درجات. لو بصينا على عيون دكتور دوم هنلاقي ان عينيه مطلعه خط اخضر وسايكلوبس مطلع خط احمر. طيب ايه الخطوط دي وايه معناها؟ كده احنا عندنا فيلمين افنجرز هيظهروا معانا، افنجرز دومز داي وافنجرز سيكريت وورز، وفي ناس هتظهر معانا في دومز داي وهتظهر معانا في سيكريت وورز، وفي ناس هتموت في افنجرز دومز داي. وطبعا كلنا عارفين ان مارفل دلوقتي بتعمل حاجه اسمها ريبوت، فهي بتموت كل الشخصيات اللي موجوده دي دلوقتي. احنا اتوقع اصلا كل الشخصيات اللي احنا شايفينها قدامنا دي هتموت على نهايه افنجرز سيكريت وورز عشان نبدا عالم جديد. بس لو بنتكلم عن افنجرز دومز داي فقط لا غير، اللي هو الفيلم اللي هينزل في اخر السنه دي، فاللي انا اعتقده اللي انا شايفه ان الخط الاخضر ده ما فوق يعني كل حاجه فوق الخط الاخضر ده دول الشخصيات اللي هيعيشوا. ما بين الاخضر وما بين الاحمر دول الشخصيات اللي هيكملوا معانا الافنجرز سيكريت وورز، واللي تحت الخط الاحمر دي كل الشخصيات اللي هتموت. يعني زي ما انتم شايفين تحت الخط الاحمر كل فريق الاكس مان موجود، فاعتقد الفريق الاكس مان كلهم هيموتوا في الفيلم ده بالذات، او اللي هو دومز داي. ومعاهم اعتقد برضو شويه من شخصيات نيو افنجرز، واعتقد ممكن بلاك بانثر يا اما تموت يا اما تكمل، دي حاجه لسه هي محطوطه في مكان
مش عارف أحدد إذا كانت هي هتموت والّا هتكمّل معانا لAvengers Secret Wars. فأنا أعتقد إن الخطوط دي ليها أسباب وليها معاني. طبعًا زي ما إحنا شايفين البوستر كلّه عبارة عن خيوط زمنية بتاعة لوكي. ولوكي لو شايفين الposition بتاعه محطوط فين، محطوط عند رقبة دكتور دوم، والhorns بتاعته أو اللي هو البتاع اللي هو لابسها فوق دماغه اللي هو التاج، تحس إن هي عاملة زي الشوكة أو السكينة محطوطة ناحية رقبة دكتور دوم. فدكتور دوم أصلًا أكبر خصم ليه هو لوكي في الفيلم ده، مش Avengers، مش X-Men، مش Fantastic Four. أكبر مشكلة بالنسبة له هو لوكي، محطوط تحت رقبته على طول، وهو ممكن ينهي حياته دي كلها. وطبعًا زي ما إحنا شايفين دكتور دوم هو أكبر حاجة محطوطة بالhood بتاعته كده، باللبس بتاعه، تحس إن هو مغطي على البوستر كله. تحس إن هو السبب أصلًا في تجميعة كل الشخصيات دي كلّها مع بعض في فيلم واحد. ولكن لو ركّزتوا شوية هتلاقوا إن السبب الوحيد والرئيسي في تجميع كل الشخصيات دي هو لوكي. لوكي هو اللي شايف العوالم دي كلّها بتنهار، لإن دكتور دوم رايح لكل عالم وبيعمل حاجة اسمها incursion. الincursion دي بيدمّر العالم فيه. ف ف لوكي شايف اللي عمّال بيحصل ده وعمّال بينقذ الشخصيات اللي هتقدر تساعده، يعني تساعد لوكي أو تساعد العوالم دي كلّها إن هي تنجي من اللي بيحصل ده. أعتقد نهاية Avengers Doomsday مرسومة لنا قدّامنا بس إحنا مش شايفينها. نهاية Avengers Doomsday هيكون موت لوكي، وإن دكتور دوم هياخد خيوط العوالم دي كلّها وهيبني الBattle World. وBattle World ده في الكوميكس هو العالم أو الMultiverse اللي بيبنيه دكتور دوم. ودكتور دوم على فكرة يا جماعة بيفكّر بنفس تفكير ثانوس بالضبط. هو عايز شايف إن العوالم دي كلّها عمّالة بتدمّر الحياة عامةً، وهو شايف إن الchaos دوّة أو الفوضى اللي عمّالة بتحصل دي مش صح، زي ثانوس بالضبط. بس الفرق ما بينه وما بين ثانوس إن ثانوس كان بيعمل حاجة اسمها إن هو بيموّت نُص العالم علشان العالم يقدر يفضل مكمّل تاني. أمّا دكتور دوم عايز يبني عالم واحد بس مجمّع فيه كل أكوان وكل الMultiverse اللي موجودة في العالم ده كلّه في مكان واحد، وهو اسمه Battle World. وهو اللي يكون الking بتاعهم، هو اللي يكون اللي ماسكهم، وهو اللي بيحكمهم كلّهم، علشان هو الوحيد اللي عارف مين اللي يقدر يحكم الفوضى دي كلّها يحكم البلاوي اللي عمّالة بتحصل دي. ففي similarities كتيرة أوي أو تشابه كتير أوي ما بين Avengers Doomsday وAvengers Endgame وAvengers لأ Avengers Doomsday وAvengers Infinity War وAvengers Endgame وAvengers Secret Wars. طيب إيه بقى الsimilarities اللي إحنا هنشوفها؟ أولًا زي ما إحنا شُفنا في Infinity War دكتور سترينج تحت إيده واحدة من أهم المفاتيح اللي ممكن تنهي ثانوس عامةً، وهي كانت الTime Stone بتاعته اللي كانت معاه، الحجر الزمني اللي كان معاه، هو ده اللي كان المفروض هينقذهم. ولكن هو بعد ما طلع للمستقبل شاف إن تضحية لازم تحصل علشان في الآخر هم يكسبوا. والتضحية ديّة هي إيه؟ إن هو يدّي لثانوس الTime Stone، لأن هو طلع بالمستقبل لقدّام وشاف المستقبل وعرف إن الحل الوحيد إن هم يكسبوا إن هو يدّي دكتور دوم الTime Stone. وده برضه بالضبط اللي هيحصل في Doomsday. لوكي هيشوف إن أنا ما قدّاميش حاجة أقدر أعملها غير إن أنا جمّعتكم دلوقتي كلّكم يا جماعة علشان تحاربوا دوم، وأنا دلوقتي عملت اللي عليّا. خُد يا باشا بقى أنت يا حاج دكتور دوم، خُد كل الMultiverse وخيوط الMultiverse كلّها والقصص بتاعة الناس كلّها واتحكّم في العالم كلّه، عشان أنا عارف إن أنا لازم ده يحصل عشان في الآخر نتغلّب عليك. وده بالضبط هيبقى في على فكرة تشابه كتير جدًا ما بين Doomsday وInfinity War. لإن في الأول وفي الآخر يا جماعة هم الRusso brothers هم اللي كتبوا يعني Infinity War وEndgame، هم اللي أخرجوا الفيلمين، هم اللي كتبوه، وهم برضه اللي بيكتبوا Doomsday وSecret Wars. فأنا أعتقد إن هم في حاجات أو elements، حاجات كتيرة جدًا مهمة هياخدوها من الأفلام القديمة. ولازم تكونوا عارفين يا جماعة إن السنة دي هتبقى أول سنة في تاريخ مارفل ينزل فيلمين Avengers في السينما. إيه؟ يعني إيه يا عمر؟ يعني هينزّلوا في شهر 9 هتلاقي السينمات كلّها في العالم بتنزّل فيلم Avengers Endgame. طب يا عمر ما إحنا Avengers Endgame اتفرّجنا عليه. لأ، هم هينزّلوه بس بنسخة مختلفة. هم طبعًا هي نفس النسخة، ولكن في end credit scene هي اللي هتوصّلنا لDoom، وcredit scene مهمة جدًا عن Doomsday.
وحاجة مهمة أوي، هُم بيقولوا على فكرة إن الاتنين متواصلين ببعض End Game وDoomsday. أي أفلام حصلت ما بينهم هُم الاتنين سيبكم منها وريّحوا دماغكم، زي مثلًا في حاجات كتيرة جدًا حصلت ما بينهم هُم الاتنين مش مهمة، بس المهم إن لازم تعرفوه إن End Game مكمّل بعدها على طول Doomsday. وبكده بقى وصلنا لآخر نهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك وكومنت سبسكرايب علشان أنا ما تفوتوش أي حاجة عن مارفل، وما تفوتوش أي حاجة عن أفلام ومسلسلات، عشان أنا في سلسلة جميلة كده هانزّلها لكم قريب، هتبقى أسبوعيًا، كل أسبوع بانزّل لكم حاجة مختلفة. طبعًا أنا مش عايز أحرقها دلوقتي، هابقى أقول لكم عليها بعدين. أشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة وsee you later.